السلام عليكم متابعين سراب محايل، وحياكم الله وأسعد الله مساءكم بكل خير. أنا الآن متواجد في حي الحيل الغربي، تحديدا في منتجع تل العرايس، واحد من المنتجعات الجديدة بحي العسير. خلينا ندخل ونشوفه سوا. راح نبدأ معكم بنماذج الفيلا اللي هي عبارة عن غرفتين ودورة مياه عزكم الله ومطبخ ومسبح. بسم الله ما شاء الله. هذا هو الحوش الخارجي، ما شاء الله تبارك الله. وهذا المدخل حق الشقة. هذه متابعينا الكرام الصالة، دورة المياه عزكم الله. وهذا المطبخ الصغير. هنا واحدة من غرف النوم، ما شاء الله. أعتذر منكم، طلع فيها دورتين مياه عزكم الله. هذه الثانية في غرفة النوم الرئيسية. الله تبارك الله، مهتمين بأدق التفاصيل، ما شاء الله تبارك الله. هذا هو المسبح، ما شاء الله. هذا هو المسبح زي ما قلت لكم، ما هو عميق جدا، متدرج من متر إلى متر وربع أو متر ونص تقريبا. طبعا صاحب المكان يؤكد أن التفاصيل اللي تشوفونها هذه راح تكون موجودة دائما لأي زبون يستاجر عندهم، ما شاء الله تبارك الله. وهذا هو المطبخ من الداخل. الجلسة الخارجية متابعينا الكرام فيها المرجاح الكبيرة هذه، فيها مروحة هنا، فيها عدة الشوي، وجلسة تحت المظلة هنا. الآن إن شاء الله راح أخذكم على القسم الآخر من المنتجع اللي يتكون من غرفة ودورة مياه ومسبح. هذه هي الغرف من الخارج، تقدر توقف سيارتك هنا برا. خلونا ندخل واحدة منها ونلقي نظرة عليها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذه الصالة، ما شاء الله تبارك الله. هنا عزكم الله دورة المياه. هو المطبخ حق الغرفة، ما شاء الله تبارك الله. هي غرفة النوم الرئيسية، ما شاء الله. طبعا مقابلها مباشر المسبح. كاملة في مكيفات سبلت، وأيضا شباكية، وأيضا الأباجورات اللي فيه كلها بلوتوث. كانت جولتنا متابعينا الكرام في تل العرائس الواقع بحي الحيل الغربي أو مخطط 84. الله يبارك لصاحبه. راح أحط لكم إن شاء الله الآن أرقام التواصل معهم، اللي يبغى يحجز، اللي يبغى يستفسر عن أي شيء يقدر يتواصل معهم على أرقامهم اللي بحطها الآن. موقع المنتجع متابعينا الكرام، هذا طريق منتزه الحيل القديم. لما توصل عند السور الوردي هذا والمسجد هذا، هذا الدخلة عندك اليمين مباشرة، طريق جديد تمشي لين آخره عند العمارة 3 أدوار في الوجه الآن. العمارة ذي تاخذ من عندها يسار ويجي المنتجع مباشرة عندك اليسار. هذا هو، بس الشمس مغطي عليه. هذا هو المنتجع. منطقة هادية جدا جدا جدا، ممتاز جدا للعرسان. وبالتوفيق إن شاء الله لكم جميعا. أحط لكم الآن إن شاء الله صورة توضح فيها مشاريع تل العرايس اللي قايم فيها في محايل، اللي شغالة واللي بتشتغل إن شاء الله.